بنتيجة 3-1 بيحسم النادي الأهلي معركته مع فريق المصري بأداء متوازن جدا دفاعيا وهجوميا وتكتيك ملحوظ من البدري. ونحن الآن في انتظار قرار اتحاد الكورة الخاص بمباراة الأهلي والزمالك من حيث تأجيلها أو لعبها في ميعادها. ولكن بصراحة أنا وبالنيابة عن جماهير كتير من الأهلي مش فارق معانا تتلعب في ميعادها يوم 29 أو تتأجل، لأن بالنسبة لنا احنا عدينا المحطات الصعبة خلاص. كابتن حسام البدري لعب بالتشكيل المعتاد 4-2-3-1. شريف إكرامي قدامه من اليمين، محمد هاني، سعد سمير AKA سيرخيو راموس ومحمد نجيب قلبين دفاع، حسين السيد باك شمال، قدامهم الجوكر وحسام عاشور على دايرة السنتر، قدامهم مستر اسيست على يمين وليد سليمان وعلى شماله كريم ندفد، وراس الحربة مروان محسن. زي ما كان متوقع انه هيكون ماتش حماسي وفي جري كتير خصوصا من ناحية لاعيبة حسام حسن، فكابتن حسام البدري كانت واضحة تعليماته للاعيبة بمقابلة حماسة لاعبي الخصم بالضغط المبكر جدا حتى وهم مندفعين علينا. وفعلا ما فاتش 3 دقايق من بداية الماتش وشوفنا ازاي الضغط ده كان مثمر. فبمجرد ان احنا قطعنا الكورة في نص الملعب، الكورة اتنقلت لعبد الله السعيد الفاضي تماما، لان اغلب لاعبي المصري متقدمين في نص ملعبنا، ومنه لمروان محسن في ظهر المدافعين. ومروان ما كذبش خبر وجاب اول اهدافه مع الاهلي واول اهداف الاهلي في اللقاء. حسام حسن ما تعلمش من الدرس، بالعكس فضل برضه مبادر بهجومه بكثافة على الاهلي، وبرضه لعيبة الاهلي ما بطلتش ضغط، وبرضه اول ما الكرة كانت بتنقطع من الخصم كانت بتترد بطولية في المساحة الفاضية تماما لهجومنا عموما او عبد الله السعيد خصوصا. وفعلا كنا هنزود النتيجة بنفس السيناريو لولا قلة التوفيق. المصري قدر يوصل في الشوط الاول كله مرتين بس لجول الاهلي، المرة الاولى في الدقيقة 20 عن طريق رأسية من مهاجم بتاعهم اللي اسمه احمد جمعة بعد مجهود فردي رائع من احمد شكري، والمرة التانية في الدقيقة 40 عن طريق احمد جمعة برضه بس بشوطة جت في العارضة بتاعت شريف اكرامي. المشترك في الكورتين ان لعيبة الاهلي ما طبقتش التعليمات بالضغط على لعيبة المصري وكانوا عمالين بيحلقوا عليهم بس، فسابوا فرصة لشكري انه يعمل اللي هو عايزه في الكرة الاولى ويعرض، وبرضه سابوا فرصة تانية لأحمد جمعة في الشوطة التانية لأنه يشوط مستريح تماما، وربنا ستر وجت في العارضة. القصد من الملحوظة على اللعيبة إنه من الممكن إنك تكون عامل شوط كويس جدا فنيا وكسبان ومضيع فرص علشان قايم بشغلك على أكمل وجه، بس لو سهيت ثانية واحدة بس عن شغلك ده وتعليماتك ممكن تضيع كل اللي انت عملته. ممكن نلخص الشوط الأول ده كله ونسميه شوط فرد العضلات. حسام حسن نزل الماتش عايز يتعامل بنفس الطريقة المعتادة بتاعته، وهي الهجوم المتواصل على الفريق اللي قدامه ويجبره على التراجع، ولكن في المقابل البدري اتعامل معاه بذكاء وقلب خطته عليه عن طريق انه ما تراجعش، بالعكس كان بيرد كل هجمات التوأم عليهم وخرج منتصر من الشوط ده، وفي الحقيقة هو اللي فرض عضلاته على أرض الملعب. الشوط التاني بقى واضح اختلاف أو تغيير في تعليمات البدري للعيبة، فبدل ما كانوا رد فعل على هجوم كتيبة حسام حسن اتحولوا لأنهم يكونوا هم الفعل، وإن الأهلي هو اللي يبادر ببناء الهجمات بطريقتنا العادية. واللي ساعد في نجاح تعليمات البدري هو إحرازنا للهدف التاني بدري جدا في الدقيقة 3 من الشوط التاني، بمعنى أدق هبطنا من حماس لاعبي المصري مرة واحدة بعد زيادة النتيجة. وعلى عكس الشوط الأول اللي كان هات وخد ما بين الفرقتين، اتحول لماتش من جانب واحد اللي هو الأهلي، لغاية بس حوالي الدقيقة 75 بدأنا نشوف المصري رجع للماتش وبدأ يحاول من أول وجديد إنه يقلص الفارق في النتيجة. وفعلا نجحوا لاعبي المصري إنهم يجيبوا جول في الدقيقة 80 بعد خطأ دفاعي من تمركز لاعبتنا. مبدئيا الجول مش غلطة حسين السيد زي ما كل الناس شايفاه، أنا شايف إن السبب الرئيسي في الغلط في التمركز كان من محمد نجيب اللي سايب مركزه ومتقدم يدخل على لعيب أصلا كان مضغوط عليه من حسام غالي ومحمد هاني، فبالتالي مركزه في قلب الدفاع فضى، فكان لازم يدخل مكانه الباك اللي ناحيته اللي هو حسين السيد علشان يسد الفراغ الدفاعي ده، فدخل مكانه، وبالتالي مركز حسين السيد في التغطية العكسية فضى، وبالتالي كان لازم كريم ندفد يسد المكان بتاع حسين السيد ويمسك الراجل الفاضي تماما اللي جاب الجول ده، وطبعا ده ما حصلش، فدخل فينا جول ساذج جدا كان بايدينا ان احنا نمنعه لو التزمنا بمراكزنا في الملعب. بعد جول المصري لاعبي الاهلي حسوا ان الدنيا مش امان، ففاقوا شويه ورجعوا عدلوا مسار الماتش وهاجموا من تاني، ونجح مروان محسن في انه يجيب لنا بنالتي صحيح 100% ترجمه بالتخصص عبد الله السعيد وخلى النتيجه بقت 3-1.
حسام البدري الماتش ده عمل 3 تغييرات كلها كانت غير مؤثرة او مركز بمركز او تأمين لنتيجة اللقاء. يعني مبرر خروج عاشور هو انه يدي لحسام غالي ويرجعه للملعب واحدة واحدة، ومؤمن زكريا نزل ما عملش اي حاجة في الماتش. واحلى تغيير كان تغيير رامي ربيعة علشان ينفي كل الكلام السخيف اللي اتقال عليه في فترة غيابه. عود احمد يا رامي. كابتن حسام حسن، بحس انك بتعمل شو وبتفتعل اي مشاكل علشان تشد انتباه الكاميرا انت وكابتن ابراهيم اخوك. مش لازم الدراما بتاعت كل ماتش ليك قدام الاهلي دي والنبي، علشان الموضوع بقى دمه تقيل وبقى موضة قديمة. غير كده حضرتك جاي تقول انك لعبت احسن من الاهلي والاهلي كان بيضيع وقت، مع ان العكس تماما هو اللي كان بيحصل، ولعبتك كانت بتفتعل مشاكل جوه الملعب وكل شوية تقع واحنا نطلع الكورة بسببهم. ولا انت كنت بتشوف ماتش تاني ولا ايه بالظبط؟ اللعيبة بالتفصيل. اكرامي، انا مبسوط بثقتك من كل خروج ليك على العرضيات، ومبسوط اكتر من زعلك لما دخل فينا جول. محمد هاني، مستواك متذبذب وعرضياتك لازم تتظبط شوية، ودفاعيا كويس. سعد سمير، انت باشا في نفسك، بس بالله عليك ما تتقدمش للضغط طول ما في قدامك 2 ديفندرين قايمين بشغلهم. محمد نجيب، مشكلتك انك تايه او ما عندكش احساس بالمكان، وانت السبب الرئيسي في جول المصري النهارده. حسين السيد، بالنسبه لي مستواك كويس بس ركز شويه في الهجوم. احمد فتحي، احد رجال المباراه النهارده. حسام عاشور، مستواه ثابت. عبد الله السعيد، احلى اسيستات بس تقيل جدا في الحركه، لو خفيت شويه هتبقى حاجه اوروبيه خالصه. وليد، مختفي شويه. كريم ندفد، كويس جدا بس دايما بيفكر في الحل الفردي. خلي اولوياتك في اللعب جماعي يا كريم. مروان محسن، نجم الماتش الاول، ولكن عملت كمية ميس باص عالية جدا بسبب فرحتك المبالغ فيها بالهدف، ولكن في نفس الوقت رجولتك وتحركاتك غطت على كل الميس باص دي. الله ينور. ان شاء الله دي مجرد بداية ليك كمهاجم الاهلي الاول ومنتخب مصر كمان. حسام غالي، واحدة واحدة هترجع كابيتانو. مؤمن زكريا، مساء الخير. واخيرا حمد لله على سلامتك يا رامي، دفاع الاهلي مفتقدك جدا، فرحتني وفرحت كل الاهلاويه بمجرد رؤيتك على ارض الملعب، ولو لمجرد دقيقه واحده بس. واخيرا سؤالي الكابتن حسام البدري، ايه تفسيرك انك تشطب اسم علي معلول من الاحتياطي قبل الماتش بنص ساعه بس؟ هل اجهاده زي ما بتقول هو السبب؟ يعني هو مجهد مثلا انه يقعد على دكه الاحتياطي؟ عندنا الماتش الجاي ان شاء الله الالومنيوم في كاس مصر يوم 22، ارجو التركيز لان المفاجآت لا قدر الله واردة. وبعده عندنا المفروض ماتش اخواتنا المقموصين يوم 29، ده طبعا لو متأجلش، وبعد كده توقف طويل نوعا ما وندخل في شغل المنتخب بقى. اكيد خدتوا بالكم اني بطلت احط الكومنتات المفضله في الفيديو، وده سببه ان اغلب الكومنتات الحمد لله شكر فيا او في البرنامج، فعلشان ابقى مش مكرر ما بقتش احطها، ده اولا. ثانيا شكرا ليكم
لان بفضل ربنا وبعدين فضلكم ودعمكم ومساعدتكم ليا وصلنا كلنا 10,000 مشترك في القناة. انا فعلا مش مصدق ومش عارف اقول ايه، ولكن علشان عايزكم تبقوا جزء من الحلقة بتاعتي عايز ابدل فقرة الكومنتات اللي انا لغيتها دي ببوستات فيسبوك منكم انتم خاصة بكل ماتش، وتعملوا البوستات دي تحت هاشتاج هيماتيوب علشان اعرف اوصل لها بعد كل ماتش، بس تكون طازة بعد الماتش على طول علشان انا بعمل الحلقة بسرعة. خلونا نجرب كده في ماتش الألومنيوم، ولو لقيت الهاشتاج ده اشتغل وفيه تفاعل وناس حابة تشارك هثبت الفقرة دي في كل فيديو جديد. لو عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساش اللايك بتاعك دوت بيحفزني جدا وبيحسسني اني مش بتعب على الفاضي، وشير في الخير وسبسكرايب في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو عايز توصل لي شخصيا هتلاقي كل اكونتاتي الشخصية وصفحة البرنامج في صندوق الديسكريبشن تحت الفيديو. كان معاكم هيماتيوب، واوعوا تنسوا انشروا الإيجابية.